أتقدم بهذه الإحاطة في إطار المادة 66 باسم فريق العدالة والتنمية. سدل الستار على مهرجان موازين الذي نظم في تحد سافر للدعوات التي قام بها مجلس النواب والشارع المغربي بإلغاء أو على الأقل طلب تأجيل دورة هذه السنة للظروف الدقيقة التي نعرفها وطنيا وعربيا. وإن كنا نحتاج لكل الملايير التي صرفت لتشغيل شباب عاطل أو سد أفواه جائعة أو إرساء لوجستيك من أجل الديمقراطية، فإن حاجتنا إلى 1,200,000 درهم التي منح لراقصة ساقطة اختتم بها المهرجان من الناحية الرمزية هو أغلى وهدره بمرارة أكبر، لأنه ثمن لعرض بورنوغرافي مليء بالإيحاء الجنسي والتحريض على الإباحية وضرب للمنظومة القيمية للمجتمع المغربي ومساس بمعاني كل الدروس الأخلاقية التي تدرس في المدرسة المغربية. وأيضا هو افتضاض لكرامة المرأة التي حولتها الراقصة إلى صورة المرأة الجسم بل المرأة الجنس. وبنفس المنطق وخارج السياق الحضاري واللحظة التاريخية التي نمر منها، ينظم المهرجان العالمي للرقص الشرقي بمدينة مراكش، والذي رفضت تركيا تنظيمه هذه السنة، تركيا العلمانية، تركيا العجمية. وما يزيد الطين بلة مشاركة إسرائيل بكائن مخنث وكأنه احتفال بالذكرى 44 لاحتلال القدس وهدم الحارة المغربية على الطريقة الصهيونية، وكأن المغرب أصبح مسرحا للتدريب على الرقص في وقت الجراح والآلام والقلق الاجتماعي والقلق السياسي، ناهيك عن المذابح المستمرة إقليميا. وإذ تتهيأ مجموعة من الهيئات المساندة للقضية الفلسطينية للقيام بوقفات بخصوص ذكرى النكسة، فإننا نحيط المجلس علما أن المغرب سقط في انتكاسة في ذكر النكسة وبدأ يحتضن الرقص في زمن النضال ويضمد الجراح بوضع الملح في ثناياته وفي عمقه، وهذا لا يليق به. وأحيط المجلس علما أن هناك في الموقع الرسمي للمهرجان الذي يحتوي على لقطات خليعة أن المنظمين ليسوا مغاربة ومقرهم بفرنسا، كما أن الموقع صمم ب8 لغات بما فيها العبرية مع استثناء العربية. وهناك بيان للمبادرة المغربية للدعم والنصرة وتصريح لمنسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين بتنظيم وقفة احتجاجية تنظم اليوم الأربعاء أمام البرلمان بالرباط في ذكرى احتلال القدس الشريف وحرب الأيام الستة، وتنديدا بهذا المهرجان المشؤوم المنظم في ظل استمرار تقتيل الشعب العربي من قبل الدبابة الصهيونية، كان آخرها قتل 20 سوريا بدم بارد في الجولان. والسلام عليكم ورحمة الله.